سؤال تطرح في امتحان الجهوي لهاد السنة بجهة درعا تافيلالت جميع الشعب والمسالك الأدبية والعلمية والتقنية، وتطرح في مادة التربية الإسلامية. سؤال خطير بزاف وكاين اللي ما غيعرفش الخبايا من مورا هاد السؤال. المهم نقراو السؤال اشنو هو ونكملو. دعا نوفل في تعليقه على تدوينة مراد إلى تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليديا للعلاقة بين الرجل والمرأة وتعويضه بالعلاقات الرضائية بين الجنسين. اكتب فقرة من 4 أسطر تناقش فيها دعوة نوفل مبينا موقفك منها. سمعتوا السؤال كيفاش داير؟ وفي مادة التربية الإسلامية حاولوا تستوعبوا مزيان هادشي. الخطير في هادشي هو اش من مورا السؤال شنو كيحاولوا يمروا للعقول بهذا السؤال، بالخصوص انه تطرح على تلامذ اللي ما كيتجاوزش العمر ديالهم 17 سنه. ما نهضروش على تغيير المفاهيم وتجميلها باش تبان زوينه ويقبلوها العقول ديال هاد الشباب اللي هما الطبقه المستهدفه، وهي اللي باغين يعيشوها وفق واقع جديد ومغاير لشرع الله والدين الاسلامي. بحال هاد السؤال اللي تطرح في بلد اسلامي الدستور ديالو هو الدين وشرع الله، واللجنه اللي طرحت هاد السؤال هما كنظن مسلمين. مهم غادي نحاول نحلل هاد السؤال باش تعرفوا علاش كنهضر. غادي نقرا السؤال من جديد ولكن مقسم على 2 ونحللوه. دعا نوفل في تعليقه على تدوينة مراد إلى تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليديا للعلاقة بين الرجل والمرأة. هالمعقول؟ شوف الطريقة باش تطرح السؤال وكيفاش المفاهيم الحقيقية ديال الأشياء تبدلت، وكاين اللي ما غاديش يعيق بحال تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليديا. يعني هاد نوفل طلب من صحابه باللي خاص نتجاوزه أي نبعدوا. علاش؟ على الزواج، بسبب ان الزواج ولا ميثاق تقليدي. القارئ او التلميذ ديريكت غادي يفهم بلا ما يحس باللي الزواج ولا بصح تقليدي، يعني شي حاجه قديمه وخاص نتجاوزوها، ما بقاتش خدامه في هذا الوقت. ها هو اول تغيير وتعويم المصطلحات. واش الزواج ميثاق تقليدي؟ دوزوا للعقول باللي شرع الله الحلال ولا تقليدي وما خدامش. الزواج اللي هو اغض للبصر واحسن للفرج ولا تقليدي؟ الزواج اللي كيحمي الشباب من الفساد والزينه والمحرمات وكيساهم في زواج البنات وتقليل العنوسه وانشاء اسر مستقره مبنيه على شرع الله اللي كتساهم في استقرار المجتمع والفوز في الدنيا وفي الآخرة، ولا تقليدي وقديم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا التلميذ بلا ما يحس غيترسخ ليه في عقله باللي الزواج تقليدي وما عندك ما دير به، بالخصوص أن هادو هما الأسباب اللي خاص يتزرع فيهم الوعي وخاص يفهموا الأمور على الحقيقة ديالها. دابا ولينا كنشوفوا العكس. والخطير هو التتمة ديال السؤال اللي هو تعويضه بالعلاقات الرضائية بين الجنسين. زعما الزواج نعوضوه بالعلاقات الرضائية. تخيلوا شرع الله والدين نغيروه بالعلاقات الرضائية. واش من علاقات رضائية؟ هذا هو أكبر تغيير للمفاهيم والمصطلحات. كنشدوا مصطلح وكنغيروا ليه السمية باش يتقبل داخل المجتمع، وحتى واحد من اللي يسمعوا ما يجيش صعيب وما يفهموش على المعنى الحقيقي ديالو. هادو علاقات رضائية كيف ما كيسميوهم، هذه زينة ومحرمة شرعا ولا تقربوا الزينة، ولكن باش يقبلوا المجتمع وما يعيقش كنبدلوا ليه المفهوم. العلاقات الرضائية شوف كيولي النطق ديالو زوين وخفيف، يعني علاقة رضائية. إلا بغى الولد والبنت يمارسوا الزينة صافي راهم متراضين وباغين وما كاين حتى شي حرج عليهم، من حقهم. بالخصوص بلي هاد التلامذ اللي صغار في السن هما أكبر وأول طبقة مستهدفة اللي هادشي كيتمرر ليهم بخطط بلا ما يحسوا باش يبداو يتعايشوا معاه ويكبروا معاه عادي بلا ما يكون عندهم حتى شي اعتراض وصافي. هذا هو طمس العقول. زيد داكشي ديال الاوطيلات مؤخرا ومدونات الاسره اللي باغين يغيروا بها جميع شرائع الله والدين الاسلامي. نحيدوا عقود الزواج من الاوطيلات، الزينه تولي مباحه، نحيدوا الزواج حيت ولا تقليدي وصافي. احنا تقدمنا وزدنا القدام. الاخوان هادشي راه خطير، وبنادم الا ما ردش البال وبقى فايق شويه راه على من الله اش غادي يكون من هنا للقدام. ولكن بالنسبه ليا هاد السؤال اللي تطرح في الجهوي هو بحال شي تجربه للمجتمع والتلامذ باش بنادم واش غيقبل هاد الشيء ولا يعارضه. ولكن الحمد لله مازال كاين الخير وكل شيء ضد هاد الشيء الا اعداء الله. وهذا السؤال هو احصاء غير مباشر للطبقه المستهدفه باش يعرفوا الراي ديالهم، واش هما مع او ضد هاد الشيء، ويستخلصوا الافكار ديالهم باش من بعد يكملوا الخطط ديالهم وفق النتائج اللي حصلوا عليها.
حيت دابا حنا غاديين وكنشوفوا كل مره كتبان حاجه على غفله، ونعبروا بنادم واش غيسكت على هذا الشيء ولا غادي يرفض ويحتج. ولكن الحمد لله اغلبيه رافض هذا الشيء وما قابلوش، وكاين ناس كتهضر وكتدافع على شرع الله. وحنا عندنا ثقه في الملك نصره الله اللي قال في الخطاب ديالو لن احرم ما احل الله ولن احلل ما حرم الله. وهذا الشيء كيخلينا نطمئنوا ونثيقوا في ملك البلاد اللي هو الضامن ديال حمايه الدين الاسلامي. اخوان، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وهو راي وتحليل شخصي ديالي. يقدر كاين اللي غيتفق، كاين اللي لا. هذاك الشيء علاش كنتمنى منكم تشاركوا معايا الراي ديالكم في التعاليق، واللي عجبو الفيديو يشارك في القناه ويبارطاجي باش المعلومه توصل للجميع.